سلام الخوت، نبغيكم تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة. تحياتي الخوت. خوت، بغيت نهضر على المواهب في افريقيا. المواهب في افريقيا كاين بزاف د اللعابة كيمشيو من افريقيا لاوروبا باش كيعطيهم فرص، حيت في اوروبا الا عندك الموهبة راك تبان ويلعبوك رسمي، وما كاينش هذا كيجي للرئيس ولا هذا با عنده الفلوس ولا غيخلص عليه صاحبه ولا غيدخل مثلا بالمعرفة. ولا في اوروبا عندك الموهبة كتلعب، ما عندكش ارجع اللور. يعني اوروبا كيعطيو الفرص بزاف، ونتمناو الاندية ديال المغرب وديال الجزائر وديال تونس وديال جميع الدول الافريقية ويعطيو الفرص للمواهب نتاع افريقيا، يعطيو الفرص. ما يبقاوش لاعب كيلعب عنده 17 عام 18 عام مازال صغير مازال شاب. 17 عام راه خصو يكون كيلعب رسمي مع النادي ديالو وتا مع المنتخب ديالو، باش نهار اللي يدير 20 عام 25 24 غيكون ولا موهبة كبيرة في العالم، غيوليو يضربوا له 1000 حساب في العالم. هادشي باش المواهب خصها تتطور في افريقيا. ما خصناش يكون داك باك صاحبي ولا هاد اللعاب كدا، ولا نحقروا بنادم ولا نحقروا الشباب. خصنا نطوروا كرة القدم بجميع المواهب في الأندية في جميع المجالات. خصنا نعطيو قيمة للمواهب المغربية والإفريقية. مثلا كتلعب مع الرجاء، عطيو لولاد الرجاء دوك الشباب ديالهم، عطيوهم فرص يلعبوا رسميين، ويلعبوا مع الوداد عاوتاني رسميين. والمغرب الفاسي تيتلعب الشباب 17 عام يلعب ديما رسمي، 18 يلعب رسمي، يكون غير موهبة، ماشي تلعب واحد ما كيلعبش مزيان، يكون موهبة. والمنتخب المغرب ديما غيكون قوي هكا. وهادشي اللي كنتمناو تولي الشفافية في كرة القدم، ويعني المواهب في افريقيا يلعبوا يلعبوا رسميين كما كيلعب دابا لامين يامال مع اسبانيا، كيلعب رسمي، ومع برشلونة رسمي وعطينو العشرة. راه خصنا بحال هكا كيكون عندنا المواهب في افريقيا. دابا كي كان لامين يامال كيلعب مع المغرب، ما كنظنش يلعبوه رسمي. 18 عام 17 عام يلعبوه رسمي ويعطيوه العشرة في نادي كبير بحال برشلونة. يعني راه خصنا المواهب نعطيوهم قيمة في مصلحة البلاد باش نطوروا كرة القدم. اما واحد تلعبو 18 عام تقول مازال صغير، فوقاش غيلعب؟ تيدير 40 عام، كيدير 25 26 كتقول كبر. نطوروا كرة القدم، هذا هو الهدف ديالنا. تحية اخوتي المغاربة، والله يحفظكم، وتحية الخوت.